فاكره ان صوره النجاح بالسهوله اللي انت متخيلها. النوع الثاني ان فكرتك عن النجاح اصلا غلط، فاكره ان النجاح ده سهل وبسيط، انا مجرد ما احط الهدف الصبح هحققه. يا سلام، ما بتشوفوش انتوا ورا الكواليس. الدنيا الحمد لله والشكر لله سهله وجميله وكل حاجه، بس فيها تحديات، فيها ان ممكن يبقى وراكي ولادك ووراكي مش عارفه جوزك ووراكي مش عارفه عندك ايه، على ما قدرتي تثبتي نفسك في حته معينه. خاصه ان انا دايما اقول هتلاقي كتير قوي قوي طالع على قفا حد زي ما بيقولوا. والله ان انا لما جيت طلعت لوحدي بطولي، ولا طلعت عن طريق حد، ولا اتعاملت مع حد، ولا قلت لحد اتكلم عني. فالموضوع مش زي ما انتم متخيلين، مش فجأة النهارده الصبح خالص. ده ربنا سبحانه وتعالى اصلا بيختبرك وبيعمل لك اثبات جديه. فاكره ان صوره النجاح بالسهوله اللي انت متخيلها خالص، فعشان كده مجرد ما تبداي تلاقي نفسك تعبتي شويه وقعتي. انت عارفه النجاح الحقيقي بيحصل مع الاستمراريه تحت اي ظرف. الاستمراريه حتى لو انت الفيديو اللي بتنزليه 3 فيو 4 فيو 10 فيو 20 انت تستمري. في ناس مجرد ما تبدا انها تنزل فيديو لقيته مش عارفه قد ايه، لا 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 خلاص ده انا ما حدش سمعني، لا 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 خلاص ده انا ما حدش شافني. الاستمراريه هي الاساس تحت اي ظرف. فانت ممكن تكون فكرتك عن النجاح انه سهل وبسيط وبيجي بسرعه، يعني عبيط.